يا صباح الفل، يا صباح الخير، يا صباح السعادة، يا صباح الهنا، يا صباح الرزق، يا صباح كل حاجة حلوة. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير، واتمنى من الله عز وجل دايما ان انتوا تبقوا بخير. واتمنى منكم لو اول مرة تشوفوني تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على كلمة الكل عشان يوصلكم كل جديد. هتقولوا لي بقى انت فين يا ام عمر ورايحة فين وجاية منين؟ هقول لكم. انتوا عارفين من امبارح اللي انا ايه، مش بايته في البيت عندي وبايته في البلد. وانا موطيه صوتي ليه؟ عشان في ناس نايم. تمام. لان احنا لسه دلوقتي الساعه 6:30 الصبح. فانا دلوقتي ورايا شويه حاجات. انتوا فاكرين طبعا البط الاولاني اللي انا ذبحت منه، بقيته موجود عند ست الحاجه. فالنهارده ان شاء الله هنروح نكمل ايه ذبيحه. فتعالوا بس الاول كده ايه، اوريكم بيت العيله وبيتي وبيت ابويا وامي اللي انا اتربيت فيه. اول حاجه هبدا بيها هي الطبليه دي. الطبليه ديت اللي لمتنا وجمعتنا وربطنا وعشنا سنين مع بعض عليها، واتجمعنا في الخير دايما عليه. ديت يعني متهيألي مفيش بيت مفيش فيه طبلية. الطبلية ديت هي اللي بتجمع، وبعد عمر بنتفرق عنها. كل واحد بيشق طريقه، وكل واحد بيتجوز، وكل واحد بيروح لحاله، وكل واحد بيعمل له أسرة لوحده. دي حقيقة والله العظيم. أنا حطاها فين بقى؟ ده مسقط. ده زي ما انتم شايفين كده، مسقط كده بادئ من الدور التاني. بصوا بقى، عاوزة أقول لكم اللي هو بيجيب شوية هوا يرد الروح. بس هو اي نعم ضيق، بس عشان البيت بحري فالهوا بيجي ما شاء الله، يعني ايه مش عاوزه اقول لكم. وطبعا ده شباك المطبخ مفتوح على المسقط علشان ايه؟ يطلع البخار ويطلع ايه؟ الحرارة وكده، زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني حاجة هبدأ بيها المطبخ. المطبخ ده بقى على صغر حجمه زي ما انتوا شايفين كده، بس ما شاء الله ياما تعمل فيه عزومات، وياما تعمل فيه طبخ للأفراح، وياما تعمل فيه مناسبات، وياما وقفنا فيه. بدل بدل ما واحدة تقف في المساحة الصغيرة ديت كنا بنقف احنا التلاتة الأربعة فيه. ياما اتخانقنا على المواعين سوا. ياما قلنا لا مش أنا اللي هغسل المواعين. ياما غسلنا حبة وخبينا حبة تحت الحوض. والله العظيم يا جماعة كل ديت ذكريات ذكريات. يعني مش عارفة اجيبها لكم ازاي والله. يعني كل اللي انا هقدر اقوله، لو انت في بيت اهلك لسه، اعملوا كل حاجة بحكمة وكل حاجة بتأني، وحطوا كل حاجة في دماغك. لان بعد كده هتفتكر الحاجات دي. بعد كده هتقول يا ريت يوم واحد يرجع من ايام زمان. الحمد لله والشكر لله على كل حال. ده طبعا ابويا الله يديه الصحة كان جايب لنا سندوتشات بالليل. فطبعا ايه ده مكان السندوتشات والشاي، وطبعا فيها طبقين في الحوض. فانا دلوقتي هروح علشان اذبح انا البط. وطبعا انا سايبه سلمى وسما وساره ومعاهم جنى بنت اختي لسه نايمين هنا. لما يقوموا من النوم هما يروقوا بقى ويظبطوا الدنيا دي. الله يرحمها بعد ما ماتت يعني برضو ايه، ما عدناش بنيجي هنا زي الاول. ابويا هو اللي بقى بيجي عندنا. يعني ابويا قاعد عندي او مثلا بيروح عند اختي دي او عند اختي ديت، على حسب ايه ما هو حابب. فطبعا زي ما انتوا شايفين البيت كله ايه، تراب في تراب. لانه يعتبر مقفول، احنا بنيجي من الوقت للتاني بنروقه. وبما ان بقى انا مش فاضيه ورايحه اعمل البط، فالعيال بقى الصغيره هي اللي هتروق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى زي ما انتوا شايفين ديت اوضه ايه، الله يرحمها. ديت اوضه ام وابويا. ربنا يرحم امي ويبارك في ابوي. زي ما انتوا شايفين نفس النظام. عيالي بيحبوا نومة الارض. يعني عندي يطلعوا المفارش يفرشوا على الارض ويناموا، وهنا برضه على الارض ويناموا. مع ان هنا سرير وفي الاوضه التانية سرير، لا هم حابين نومة الارض. مش عارفة ليه، عشان يبقوا تحت المروحة بقى، مش عارفة. لان برضو الأوضة التانية ما فيهاش مروحة. يعني هم غاويين نومة الأرض زي ما انتوا شايفين كده. ديت كانت حاجة اسمها شوفونيرة. الشوفونيرة ديت يعني كان فيها ايه، الصيني بتاع ام الله يرحمها، وكان فيها كوبايات وكان فيها حاجات. ف اللهم صل على النبي ايه، كانت اختي اختي الكبيرة وقفت عليها مرة.
طبعا وقعت الشوفونيرة ووقعت الحاجة اللي فيها انكسرت. كنا حاطين هنا على الشوفونيرة هنا مكان الريموت والشنطة كده تلفزيون، اللي هو التلفزيونات القديمة. طبعا التلفزيونات ديت راحت لحالها دلوقتي ايه، جبنا شاشة. ديت كده اوضه ايه ابويا وامي. انا عاوزه اقول لكم ياما كلنا ابويا وامي واحنا الاربع بنات اتجمعنا على السرير ده، اتربينا عليه. في عز الشتاء نبقى قاعدين ومتجمعين عليه وكلنا متغطين بنفس البطانية، في عز الصيف برضو قاعدين عليه. المهم نبقى كلنا كده حوالين امي، الله يرحمها. هي ماتت وكل واحدة فينا اتجوزت وشقت طريقها، وكل واحد شاف حاله بمعنى أصح. فربنا يصلح حالنا ويصلح حالكم ويصلح حال الجميع يا رب. أنا عشان كده بقول لكم كل حاجة هنا عندي ذكريات. يعني أنا أول ما أمي ماتت الله يرحمها، يعني كنت عشان أنا اللي قريبة لها فكنت على طول عندها، لأن اخواتي التانيين متجوزين ايه في المحل. فكنت على طول اجي. كانت في اخر ايامها كانت هي على طول راقده تعبانه على السرير هنا وانا ابقى في المطبخ. طبعا انا كنت بعد ما امي ماتت الله يرحمها كنت ابقى في المطبخ ومتهيألي اللي هي بتنادى عليا، كنت اجي جاري على السرير ابص. يعني هو صوتها كان في ودني، انا فضلت مسافه كده. يعني الفراق صعب يا جماعة، الفراق صعب. ربنا يرحمها يا رب. واللي أمه ميتة ربنا يرحمها، واللي أمه عايشة ربنا يخليها له. و... ويا جماعة ملكمش بركة إلا أمكم وأبوكم. كفاية دعوتهم والله بالدنيا. لما بيموتوا البركة بتقل وحاجات كتير في حياتك بتتغير. مهما تكوني كبيرة في السن بتبقي محتاجة أمك ومحتاجة أبوك. فاللي أمه عايشة ربنا يخليها له وملوش بركة إلا أمه، واللي أمه ميتة ربنا يرحمه. دي بقى أوضتي أنا والبنات. ياما برضو ايه كنا احنا الاربعة بننام على السرير ده. انا طبعا مش عارفة اجيب السرير كله عشان ايه في ناس نايمة عليه. فاحنا اربع بنات اتربينا هنا. يا دوبك امل اختي الصغيرة كانت ساعات ايه تبات في حضن امي وساعات تبات معانا هنا. فالسرير ده ليه برضو ذكريات حلوة معانا. كنا نقعد نشد الغطا من بعض، لا الغطا عندك، لا عندي، انت واخداه، انت انت متغطيه وانا لا. يعني ذكريات حلوة قوي يا جماعة. دي بقى الغسالات القديمة اللي كانت عند الناس كلها لسه موجودة عندنا. كان في عندنا انواع تانية بس طبعا لما باظت واتباعت، في واحدة مركونة تحت وفي واحدة اتباعت. وديت بقى غسالة سلستين، ودي غسالة اوتوماتيك بس بايظة وتركنت. ودي التلاجة. دول كانوا في أوضة النوم هنا معانا. وده طبعا الدولاب اللي كان بيشتكي من هدومنا، اللي على طول هدومنا كانت واقعة على الأرض منه. يعني احنا كنا ما شاء الله أربع بنات، فكنا بنحط الهدوم بالزق. ودي تقول دي ضلفتي، ودي تقول دي ضلفتي، ودي تقول دي طرحتي، ودي تقول ده قميصي، دي الجيبة، دي العباية، وهكذا. ذكريات. بسم الله. دي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده دي الصالة، دي الصالة بتاعنا. واللي هناك ده ربنا يحفظكم ايه الحمام اللي في الجنب ده، ده الحمام. دي الصالة. كنا نعمل ايه بقى، نفرش القياس هنا، نفرش القياس ونجيب الطبلية نحطها. وطبعا المطبخ جنب مننا هنا كده. نحول الاكل جنب امش. الله يرحمها كانت هي اللي بتغرف. ما كناش مثلا نغرف في المطبخ، لا احنا كنا نجيب الحلل جنبها هنا ونجيب الاطباق والعدلية والمعالق ونحول كل حاجة. وبعد ما ناكل نرجع بقى ندخل الحلل تاني، وبعد كده ندخل المواعين ونروق الدنيا. والمواعين كنا مقسمينها علينا، كل واحدة يوم كل واحدة أسبوع على حسب اتفاقنا. بس كان تقريبا معظم الأوقات كان كل واحدة يوم. أنا كان فيها خصلة بقى كنت بتضايق من حلة الرز وبتضايق من حلة اللبن أو اللبنة بتاع اللبن. فكنت ايه بعد ما اغسل المواعين اقوم سايبة مية في الحلة بتاع الرز واقوم مخبيها تحت الحوض. وامي تقول لي ما غسلتهاش ليه يا بنتي يا دعاء، اقول لها يا ماما انا سايباها تبوظ. وحلة اللبن هكذا برضه.
يعني مش عارفة هي عقدة عندنا لوحدي ولا عند الكل. دلوقتي رغم عن أنفي بعمل كل حاجة ما شاء الله. يعني زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، ده باب الشقة، وفي أوضة تانية قصاد باب الشقة. ماشي، ديت المفروض أوضة الأنتريه، بس هو أبويا حاطط فيها سرير وبينام فيه. فأنا دلوقتي بقى هتوكل على الله بدري بدري كده علشان نلحق وقتنا بدري. هروح أذبح البط لأننا احنا هنطبخ هناك وهنتغدى مع بعض، وبعد كده نروح نتوكل على الله. بس أنا حبيت أوريكم الأجواء اللي أنا كنت عايشة فيها. ديت أم الله يرحمها يا جماعة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها وينور لها قبرها ويسكنها فسيح جناته، هي وأمة محمد أجمعين. قادر يا كريم. ادعوا لها يا جماعة، يعني أنا طالبة منكم تدعوا لها، وعشان لما احنا نموت برضو نلاقي اللي يدعينا. ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب. دي كانت آخر صورة يعتبر لأمي معانا، يعني قبل ما تموت مفيش ب3 شهور. يعني كنا في المصيف ومصورة هي وابويا صورة سوا زي ما انتوا شايفين كده. اي حد عنده صورة يحتفظ بها، ذكريات. ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها ويسامحها يا رب. والصورة ديت يعني وهي طالعة العمرة، كانت رايحة العمرة وكانت طبعا اتصورت، فاحنا كبرنا الصورة وعلقناها هنا عشان اول ما ندخل تبقى الصورة في وشنا نسلم عليها كده ونشوف. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنا بقى يا جماعة انا طبعا ماشية بدري بدري. دي الأوضة اللي انا قلت لكم عليها اللي ابويا بيبات فيها. سما هنا بقى وانا بتكلم كانت صحت وقلقت على صوتي، فلما لقتني ماشية قالت لي انا هاجي معاكي. فالمهم يعني جت معايا، وزي ما انتوا شايفين كده نازلين، وبوريكم السلم واقول لكم يعني كله تراب والبيت مقفول، ما عادش زي الاول. يعني فعلا يعني راحوا فين حبايب الدار. فالحمد لله على كل حال. امي ميته في حضني، انا ما قدرتش ان انا احوش على الموت عنها. انا لحد اخر دقيقه وكنت في خدمتها وتحت رجليها وما تاخرتش عنها ولا قصرت معاها. ولما كانت تعبانه كنت قاعده بها، ولما كانت بتموت كانت في حضني. انا ما قدرتش احوش الموت عنها. فربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها وينور لها قبرها ويسكنها فسيح جناته، هي وأمة محمد أجمعين يا رب. ربنا يرحمنا جميعا، ربنا يرحم الأموات يا رب ويرحم الأحياء ويرحمنا جميعا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله ارحم الراحمين. هنا اللهم صل على النبي. أنا كنت رايحة فين بقى؟ عندي ست الحاج. هو ما بيننا وما بينها ما فيش، هو مسافة صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. انا عاوزه اقول لكم مسافه ما بروح هناك انا ببقى مرتاحه نفسيا، مش قادره اوصف لكم الراحه اللي انا بكون فيها. يعني هو ده بيتهم البسيط. هي دي العربيه برضو اللي انا ذكريات عليها، العربيه الكارو ده كنا نركب سوا ونسرح الغيط ونلعب هناك. يعني ذكريات. وعيالي دلوقتي بيعيشوا نفس الذكريات دي، يعني هم حابين الاجواء دي. هنا طبعا احنا رحنا صحيناهم من النوم ودخلنا. انا عاوز اقول لكم اللي بيتهم ابسط من البساطه. بيت يعني من ايام زمان. ناس طيبه، متسامحه، بترحب بضيوفها، بترحب بقرايبها، فاتحه بابها للقريب والغريب. ربنا يوسع عليهم يا رب قادر يا كريم. انا عاوز اقول لكم اللي انا على طول قلقاهم سواء بقى بالليل ولا بالصبح. شايفين البيت المتواضع البسيط ده؟ شايفين؟ مش بيفكركم بحاجة؟ مش بيفكركم بأيام زمان؟ والله العظيم يا جماعة بقول لكم أنا ببقى في قمة السعادة وفي قمة الراحة النفسية وأنا هناك. طبعا وصلنا بالسلامة، جهزنا فطار كده على السريع وفطرنا الأول، وبعد كده نزلنا للبط لأننا طبعا هنذبح ولسه هننضف وبعدين نغسل. أول حاجة عملناها قلنا نذبح الأول كده بطتين نعلق عليهم الأول للغدا، وبعد كده نبقى نكمل على الباقي. فقلنا نسويهم جنبنا على النار، وعملنا لوبيا وعملنا رز وعملنا شوربة وطرش، وكان خير ربنا كتير.
ما شاء الله. دوت بقى كان ايه بقية المقلب بتاع البط. انا كنت جايبة نوعين، نوع مسكوفي ونوع بغالي. ففي الاول لا يا رب نوع بلدي، لا نوع مسكوفي. معلوماتي راحت فين. ونوع بكيمي. فاحنا ذبحنا البكيمي الاول وسيبنا المسكوفي ده لانه عامل زي البلدي، بياخد وقت على ما بيكبر. فاحنا قلنا ايه يعني نسيبه شوية ياخد حقه في السوى ويرمي لحم كمان والحاجة يعني مش بخسارة، الصبح رابح عشان برضو ايه ما يقعدش في الفريزر كتير. فنزلنا بقى بعد ما خلصنا الليلة اللي انا قلت لكم عليها ديت، نزلنا كملنا على بقية البط. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. احلى حاجة اللي هم محطوطين في الدور الارضي، لان الدور الارضي فيه رطوبة. امال لو كانوا فوق مثلا في الشمس فما كناش هنلاقيهم بمعنى اصح. ما شاء الله. دخلنا بقى مسكنا. هو كان طبعا فيه وفيه، يعني فيه بط كبير وبط صغير، بس هو معظمه كان كبير. ما شاء الله. انتوا شايفين حجم البط عامل ازاي. انا عاوزه اقول لكم يا جماعه اللي البلد يوكل. يعني انا تاني يوم عملت الحوايج بتاعتهم، الحوايج اللي هي اللي جناحها واللي دماغها والرجول والكبد والقوانص. انا عاوزه اقول لكم والله العظيم كاني باكل لحمه ضاني. طعم الشوربه جميل جميل جميل. وطعم الحاجه بتاعتهم يعني احنا بنمصمصها كده، هي كانها لحمه ضاني، لان احنا بناكل الحاجه بتاعتنا اكل نظيف، سواء بقى رز شعير او سرس او عيش او شويه خضار برسيم من الارض. احنا مش بنقصر في الحاجه اللي بناكل فيه، اللي بناكل منها. يعني اكلي هتعرفي تاكلي، اكلي هتلاقي. ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده احنا بنمسك البطه قصاد بعض وبنعملها بالطريقه دي. ولما تخلص بقى احنا طبعا كنا معلقين على ميه على النار. ولما خلصنا كميه البط طلعنا صمتنا وطلعنا ايه عملناه، نضفناه زي ما انتوا شايفين كده. وما شاء الله ما كانش ولا مجدر ولا تعبنا ولا اي حاجه، لانه هو خد وقته. يعني المجدر ده بيبقى مثلا قاعد شهرين. طب هو ملحقش اصلا، هو بيبقى لسه بيطلع ريش صغير ومجدر. فطبعا ما شاء الله كان سهل في ايدينا. قعدت انا بقى ام صباح زي ما انتوا شايفين كده، كان اكلنا على النار وفي نفس الوقت ايه بننضف في البط، بنعمل ده جنب ده عشان ننجز وقت، وعلشان طبعا يوم البط ده بيبقى طويل وكسر ظهر. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. خلصنا الكمية، يعني الكمية ديت ما بين انا وهم. فما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده احنا بنسيب البطة بحالها، على اساس اللي تاخد بطة تاخدها بحواجها بحاجتها. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك، اللهم صل على النبي. شوية بط لوز لوز لوز. عاوزه اقول لكم بقى اللي انا بقى هعمل بطايه مع محشي البتنجان بكره باذن الله. يعني انتوا شايفين طبعا البتنجان اللي انا مقوراه وعيناه في الفريزر، فانا بقى طلعت البتنجان يفك اهو، وهطلع بطه من دي برضو ان شاء الله وهعملهم بكره باذن الله. لان الاكله ديت في نفسي قوي من زمان، يعني انا بقالي كتير ما اكلتش محشي وبط. فانا هعمل محشي بتنجان واعمل بط. ما شاء الله شايفين صدر البط عامل ازاي. يعني انا عاوزه اقول لكم والله اللي الكاميرا ظلمها برضو يا جماعه. هنا بقى بعد ما خلصنا لمينا حاجتنا على تروسيكل زي ما انتوا شايفين. كنت طبعا مخزنه بصل هناك، كانوا هم شارين لي بصل وتنظيف والبط اللي احنا نضفناه. وكنت شاريه بطاطس، وكان ليا انابيب انابيب الغاز كانوا هم برضو واخدينها ملينها. انا عاوزه اقول لكم يعني ما بين البلد وما بين بيتنا في المحله مش مسافه كبيره، المسافه صغيره. وكنت مبيضه رز، يعني الاولانيه دي شكاره رز والثلاث شكاير دول بصل. طبعا ما كانش في توك توك هياخد ده كله. واللهم صل على النبي. جبت الانابيب، هم كانت الانابيب دي عندهم في البلد بيملوها لي، والبطاطس والبط زي ما انتوا شايفين كده. البط ده ليا ولهم. فانا بقى فتحت الفريزر ورصيت حاجتي كده في الفريزر. والحاجه اللي بتبقى في الفريزر ديت هي فلوس ومركونه، فلوس ومتحوش. وقت بقى ما تيجي تطبخي بطتك تطلعي البطه تعيني مكانها فلوس على جنب.
انت لو بتشتري البطه من بره هتشتريها ب 500 جنيه. وما شاء الله يا جماعه، ما شاء الله حاجه زي العسل. يعني انا اتمنى ان انا ما اقطعوش ابدا، بس ساعات ايه الظروف بتحكم زي ما انتوا عارفين. زي ما انتوا شايفين كده كيسة البط مخليها كل بطتين مع بعض، لان ما شاء الله الكيس كانت كبيرة. وكيسة الحواجة هي عملتها تاني يوم، هي وطبق الكبد والقوانص. انا حطيتهم في الفريزر لان انا تلاجتي بايظه، وخفت الحاجه ايه تنتن بره او في التلاجة، فانا حطيتهم وقلت يا دوبك سواد الليل والصبح باذن الله ايه اطلع الحاجه اعملها. عاوزه اقول لكم والله العظيم يا جماعه انا بحب الاجواء دي قوي، بحب انا جو التربيه ونضف وعين حاجتي في الفريزر. وربنا يوسع علينا وعليكم وعلى امه محمد اجمعين قادر يا كريم. ما تنسوش بس اللايك والاشتراك في القناه، واستنوا فيديو جديد ان شاء الله. ايوه تقطعها حلو. انا اللي عامله ايه مسحت الصبح، مسحت الصبح حلقتني بعمل بكره. دوقني الصبح وانا حد صبح. ماشي يا عسل.